السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة المحاضرة الخامسة من تقنيات العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي. ودي تكملة للمحاضرة الرابعة اللي كنا بنتكلم فيها عن المعتقدات المحورية، وازاي نقدر نعدلها وازاي نقدر نطور منها، وكمان نعيد صياغتها ونعدلها بطريقة أو بأخرى. في محاضرة النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أهم الأفكار والمعتقدات اللي بتكون في ذهن الإنسان، زي التفكير الكارثي، التفكير الانفعالي، التصنيف، تصلب وجمود التفكير، الوجوبية، الفلترة، آه، قفز النتائج وسوء التفسير أو الفهم. إن شاء الله هنشرح مع بعض بعض المعتقدات المحورية وإزاي نقدر نعدلها وإزاي نوصل بيها لنتائج أفضل من المعتقدات أو الأفكار اللي بتكون في تفكيرنا أو بنفكر بيها في أي موقف بيمر في حياتنا. والسلايد اللي قدامنا دي هنتكلم فيها عن معتقدات الفشل والشك. يعني إيه؟ الإنسان ثنائي القطب دايما كل تفكيره إنه طالما هو فشل في شيء يبقى أكيد عمره ما هينجح. الإنسان اللي بيفكر إن لو في حد زعل منه في مرة أو خد منه موقف هيفضل طول عمره زعلان منه. ده طبعا تهويل، إن أنا بهول إن الشخص اللي قدامي ده زعل مني في موقف أو في حدث أو في حوار معين هيفضل طول عمره زعلان مني. أكيد طبعا لأ، هنا الشخص ده بيتحط تحت بند التهويل. أو إن المدير بتاعي في الشغل قال لي إن أنت فاشل، أحط في دماغي طبعا إن أنا طب فاشل، مش هنجح، إن أنا مش هستمر في الشغل أو مش هستمر في المجال ده أو الشركة دي. كمان من معتقدات الفشل والشك إن الناجح طول عمره مش بيفشل. لأ، احنا حياتنا كلها رسوب ونجاح، مفيش حد ناجح على المطلق أو فاشل على المطلق. الحياة مش بتستمر كده أو كده، ده تحت تصنيف الإفراط في التعميم القطبي. في شخص يقولك أنا كل مرة بصدق حد بيضحك عليا. الناس اللي اتصدمت في العلاقات في حياتها، الناس المقربة أو الناس البعيدة، مش تحت شرط ان الناس كلها هتبقى كده او اكون افراط في التعميم ان انا اعمم. لا، في ناس وحشة بس هلاقي ناس كويسة، ناس بتحبني، ناس بتقف جنبي، ناس بتعوضني، ناس بتخليني اشوف الدنيا بنظرة تانية. وفي ناس ممكن تلمس جواك حاجة حلوة انت ما حسيتهاش قبل كده. في ناس ممكن ما تصدقش حد وتقولك انا خلاص ما بقيش اثق في حد عشان حصل موقف واتنين وتلاتة من حد مقرب او حد كذب عليه فاكيد كل الناس بقت كذابة. لا، انا برضو ما عممش. في حد او انا رحت مناسبة لصاحبتي او فرح او ايا كان المناسبة او الحدث، وقبل ما اوصل بدقايق صاحبتي دي غادرت المكان لظروف معينة. وقتها هفكر ان هي سابت المكان عشان مش عايزة تشوفني. لا، اكيد طبعا ممكن يكون عندها عذر او سبب معين حصل خلاها غادرت المكان. وهنا طبعا ما شخصنش الاحداث او اقفز بنتائج او سوء تفسير او سوء فهم للموقف اللي حصل. في عندنا العالم جورج برناردو شو، ده اتكلم عن نظرية التواصل والفروق الفردية. كان العالم شو بيؤمن ان المشكلة في التواصل بين الناس، ان كل شخص او كل واحد فينا او كل طرف بيفهم التاني بنفس طريقته. وده طبعا كان بيعمل سوء فهم كبير. واكبر خطأ واكبر مشكلة كانت بتحصل ان الناس اللي بتشرح او بتوضح الحقيقة فاكرة ان الرسالة ما وصلتش بالشكل الصحيح. يعني النقاط الأساسية في نظرية شو ان الناس بتسمع وتفهم حسب خبرتها هي، مش حسب الشخصية اللي قدامها ازاي تفهمها او ازاي تفسر طريقة كلامها. وان التواصل الحقيقي بيحتاج اكيد وضوح وصراحة، ان الانسان الواضح والصريح اكيد بيتحس ويتفهم بسرعة. ان التواصل الفعال بيعتمد على التأكيد اكتر من الفهم. بيعتمد على مثلا ان انا بأكد رسالة جوايا. وان سوء الفهم هو سبب اغلب المشاكل
اللي بتحصل بينا، ان الانسان يفهم غلط او نيته توديه في مكان تاني، والحقيقة طبعا بتكون العكس، لان الطرف التاني مش قادر يوصل الرسالة الصح. وان التواصل كمان بيحتاج لقدرة كبيرة جدا على الانصات. انا عشان افهم لازم اسكت، لما يكون في طرف قدامي بيتكلم لازم اسكت وانصت ليه عشان افهم الكلام قبل انا ما اتكلم، لان كل طرف عنده طريقة مختلفة للفهم. اختصار النظرية ان اكبر وهم في حياتنا او في العالم كله هو التواصل. ازاي نقدر نتواصل مع الاخرين، ازاي نقدر نفهم بعض من غير ما نظن في بعض ظن سيء. وده طبعا بيرجع لطريقة الانصات، وطريقة اننا نفهم. وكمان اكبر مشكلة بين الناس ان كل واحد آم، فاكر ان التاني فاهمه، مع ان التواصل الحقيقي قليل جدا. والعالم هنا كان قاصد يقول ان وهم التواصل ان الناس بتتكلم كتير وبتفهم قليل. طيب انا عايزة اعرف او نتكلم عن الامور اللي ممكن اقدر اسيطر عليها في حياتي. طبعا في حياتنا في حاجات كتير قوي نقدر نسيطر عليها وحاجات لأ، وطبعا دي هتكون مفتاح للراحة النفسية لكل شخص فينا. يعني مثلا الأمور اللي أنا أقدر أسيطر عليها أفكاري، إن أنا أختار إزاي أفكر بتفكير إيجابي، أو حتى لو تفكيري سلبي إزاي هركز على حل المشكلة لو في مشكلة جوايا. ردود أفعالي، إن مش كل موقف في حياتي لازم يضايقني، آه، لكن رد فعلي دايما بيكون من اختياري. طبعا قراراتي اليومية، زي طريقتي في الكلام، أسلوبي مع الناس، وقت نومي، شغلي، صحتي، لو بعمل تمارين، دي قراراتي اليومية. حدودي مع الآخرين، أدخل مين في حياتي ومين لأ، ومين أتقبله ومين لأ، إن أطور من ذاتي، أتعلم مهارات في شغلي، أحسن من شكلي من حياتي. كل ده طبعا تحت سيطرتي أنا. في كمان مشاعري تجاه الناس أو مشاعري تجاه نفسي، إن أنا أولًا أحترم نفسي، أقدّر قيمتي، طريقة كلامي مع نفسي، دي كلّها من اختياراتي أنا. ال الوقت طبعًا اللي يخصني أو الوقت اللي باستثمره، آآ باضيّعه في إيه، أو باستهلكه في إيه، أو باصرفه على مين. ما هو وقتي زي الفلوس اللي في جيبي، باضيّعه إزاي، باصرفه على مين، هل في حاجة مفيدة والّا لأ. ما افضلش أضيّع وقتي في حاجة ما لهاش لازمة، وده طبعًا قراري اللي أنا أقدر أتحكم فيه. يعني معتقداتي وأفكاري هي اللي بتكوّن الفكرة اللي جوايا، هي اللي بتوصّلني للمشاعر، والمشاعر بتودّيني في حتّة السلوك. كل ده أنا أقدر بإيديّا إن أنا أسيطر عليه. الحاجات بقى اللي أنا مش هاقدر أسيطر عليها ومش هاقدر أتحكم فيها، عشان ما نستنزفش فيها طاقتنا أو نتعب نفسنا على الفاضي. تصرفات الناس دي ما تخصناش إحنا، تخصهم هما. آراء الناس فيا برضو مش هتفرق معايا في حاجة، كون إني كويسة مش كويسة، حلوة وحشة، ولا يعنيني في شيء. مشاعر الناس تجاهي، مين بيحبني مين بيكرهني، دي مش يعني مش قضية بالنسبة لي. الماضي، الظروف اللي ملهاش علاقة بيا، الوقت اللي خلاص عدى وراح، رد فعل الناس مهما أنا عملت، كل ده مش هيفرق معايا، لأن أنا مش هقدر أسيطر عليه. لا حب الناس ولا آرائهم فيا، ولا مشاعرهم تجاهي، ولا اللي راح ومش هيرجع تاني. الخلاصة طبعا في حلقة النهاردة إن احنا نركز على اللي في إيدينا ونسيب اللي مش في إيدينا، لأن كل حاجة بيد الله وبأمر الله. ودي كانت محاضرة النهاردة. أتمنى يا رب تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة ومحاضرة جديدة. كنت معاكم سحر علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.